لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. يعني حنا ندرس عن الحج من الصف الأول الابتدائي مع أركان الإسلام، وصف بعد صف تتوسع المعلومات والأحكام والسنن والواجبات بالتفصيل. يعني الواحد ما يوصل عمر أداء الفريضة إلا وتقدر تسوي له اختبار قدرات وقياس عن الحج. كل هذا تمام وزي الحلاوة، لكن نجي للحقائق والتطبيق. يعني العدد المتوقع تقريبا 2 مليون حاج من 180 دولة. وإذا قلنا أن الدولة تخطط لكل موسم حج أول ما ينتهي الموسم اللي قبله، فنقدر نقول أن من سنة مضت والخطة والكوادر والتجهيزات وتوسعة وصيانة المرافق واللجان الخاصة والعامة، وهي تترتب لاستقبال ضيوف الرحمن اللي قلنا متوقع عددهم كم؟ 2 مليون. الأزمة اللي تتكرر كل سنة هو الحجاج غير النظاميين، واللي يظنون الموضوع مجرد مشوار قرروه في اللحظة الأخيرة، وممكن بسبتهم يفسد حج ناس لهم عشرات السنين يعدون ويستعدون لفريضتهم. لو سمحت التصريح يا حاج. يا ابن الحلال، هي جت على واحد. يا رجال زيادة واحد ما يضر. تراها سهالات يا ابن الحلال، مشها. الحين واحد بيفرق. اللي يفرق أنك تحج دون تصريح، فأنت تأثر على ضبط الأمن، تسيء جودة الخدمات، تضغط على الكوادر، وأكيد تزيد الزحمة. لما توصل الإحصائيات إلى 2,600,000 حاج غير نظامي، 80% منهم سبق لهم الحج أكثر من مرة، فأنت أكيد جت عليك ووقفت عليك وواحد زيادة يضر. يا جماعة الخير، الحج فريضة وطاعة، لا تجونها بمعصية. لبيك اللهم لبيك.